السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لبس عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال الحرشة المغربية اللي ما يمكنش ما تنجحش معكم اذا تبعتوا الطريقة ديالي. غادي نعطيكم ان شاء الله مكونات مضبوطة وناجحة 100% مع كل الاسرار ديالها. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وما نزيدش نطول عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 5 كؤوس من السميد المتوسط اللي كنستعملو في الحرشه. اختاروا البنات نوعيه تكون جيده. غادي نضيف ليه ملعقه من الخميره الفوريه، واحد الملعقه ديال الملح. هنايا البنات غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش تعاوننا هكا في الخدمه. وضفت هنايا نص كاس ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بالزيت العاديه. صافي هنا ضفت واحد الملعقه كبيره من العسل، ممكن تعوضوها بملعقه من السكر حبيبات. غادي نبسبس هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيتشربوا كما كتشوفوا معايا. غادي ديك الزبده ما كتبقاش وكيتخلطوا لنا مزيان وكيتلبسوا لنا كاع دوك الحبيبات كيتلبسوا بالزيت والزبده على هذا الشكل هذا. هنايا البنات غادي نضيف ليهم 3 كؤوس من الماء عادي من الروبيني بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا نجمع البنات الخليط بدون دلك. غادي نبقى غير نجمعو هكايا. نتوما شوفوا معايا الطريقه، انا ما قطعتش الفيديو باش تشوفوا من الاول حتى الاخر. كما كتشوفوا كنحاول غير داك الماء يوصل لكاع الحبيبات ديال السميده صافي. وغادي نخليها على جنب تقريبا لمده ديال 5 دقائق كتشرب ليا شويه دوك السوائل. شوفوا البنات بعد ما دازت 5 ديال الدقائق شوفوا معايا كيفاش ولات، يعني ولات ساهله نتحكموا فيها، شربت كاع دوك السوائل صافي. هنايا غادي ناخذ المقله ديالي اللي سخنتها واحد شويه. فهنا البنات انا غادي نقرصها ديريكت في المقله هكا. كتجيني الصراحه اسهل من يعني تقرصيها في اللوح وعاد ترميها. كاين البنات اللي ما كيعرفوش يرميوها، فانا هكا تعودت على الصراحه هكا علمتني الوالده من الصغر ديالي هكا كنديروها. صافي هنا كما كتشوفوا رشيت شويه ديال السميده، ما تخافوش منها، غير المقله ما تسخنوهاش بزاف غير شويه. وصافي بديت كنبسط هكايا الحرشه ديالي بهذا الشكل هذا. وانا كنرش السميده ما تكثروش السميده، كنرش القياس البنات باش ما تلصقش لي في يدي. وصافي صافي انا خديت واحد المعلقه بهذا الشكل هذا كما شفتوا. ملي كنلقاها بدات كتلصق ليا المعلقه كنرش شويه ديال السميده باش هكا ما تلصقش صافي. وكنقاد ليها دوك الحواف مزيان باش تجينا هكا المنظر ديالها زوين. بهذه الطريقه البنات كنبقى ندور وانا كنرش شويه ديال السميده هكا باش ما تلصقش ليا المعلقه على هذا الشكل هذا صافي. حتى كنكمليها الحواف كاملين بهذا الشكل. والسميده كما قلت لكم ما تكثروش بزاف، الا كثرتوا السميده بزاف راه غادي ما تحمرش لكم زوينه وما غاديش يجي لي اللون ديالها هكاك مذهب وزوين. هنايا كنقاد ليها الوجه ديالها نيت بالمعلقه باش كنحيد دوك الاصابع هكاك اللي كيبقاو مطراسين فيها بهذا الشكل هذا. الا جاتني بغات تلصق من شي بلاصه كنرش شويه ديال السميده غير شويه صافي. كنقادها مزيان مزيان. من بعد غادي نحطها في فوق البوطه باش هكا نطيبها. بالنسبه للحرش البنات اذا طيبتوها هكا فوق البوطه ديال الغاز بقاو تدوروا المقله ديالكم، بقاو تدوروها هكا على الجناب باش كطيب لكم مزيان، يعني تبقاو حاطينها وكتدوروا فيها. هنايا درت فيها واحد التقيبه باش تنفس صافي. البنات انا خليتها هنايا ما دورتها ما والو لان هاد البوطه هذه كبيره يعني كطيبها مزيان من كاع الجوايه صافي. هنا غادي نقلبها بعد ما حسيت بها انها طابت غير كيبانوا لي دوك الجناب بدات كطلع معاهم الحموره وكنقلبها على هذا الشكل هذا صافي. غادي نخليها تحمر من الجهه الثانيه وغادي نعاود نقلبها. انا غادي نرجعها تزيد تحمر شويه من ديك الجهه، جاتني مازال خصها لهذا زدتها واحد شويه صافي البنات. وهنايا كنكونوا سالينا الحرشه ديالنا. شوفوا معايا البنات اللون فيها كيفاش كيجي. كما قلت لكم الا كثرتوا السميده بزاف ما غاديش يجيكم اللون هكايا، غادي تجيكم هكاك بيضه وما غاديش تحمر من كل شيء، غادي تجي هكاك مطبعه صافي. انا البنات كما شفتوا غادي نقطعها معكم تشوفوا كيفاش جات من الداخل، جات مفركه من الداخل. غزاله غزاله البنات. شوفوا معايا الصراحه كتجي بنينه بزاف بزاف
وساهله البنات. هكا تكوني باغا تفطري وما عندكش لا خبز لا والو، صراحه في نص ساعه كتكون عندك واجده. يعني بعد ما خلطتيها وخليتيها ارتاحت شويه كطيبيها هي دغيا كطيب، كتاخد تقريبا 5 دقائق حتى ل6 من كل جهه. وصافي هذه هي الحرشه ديالنا. كتقدموها مع شنو بغيتو. انا درت مع شي ديال العسل وشي ديال الفرماج، ممكن نتوما تقدموها مع اي حاجه بغيتو. وهذه هي وصفتنا اليوم، وصلنا للنهايه. نتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لي واحد لايك وتبارطاجي مع الناس اللي كتعرفوا واش فائده ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره، نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما نزيدش نطول عليكم، نتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.